لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السودان ترقب لمزيد من المعارك مع عدم ظهور بادرة للتهدئة. يستعد السودان لمزيد من آرقة الدماء اليوم الاثنين بعد تبادل طرفي الصراع الاتهامات بارتكاب انتهاكات جديدة لهدنة تقرر تمديدها أمس وسط استمرار الصراع الدامي للأسبوع الثالث دون ظهور أي بادرة للتهدئة في الأفق، وسقط مئات القتلى وآلاف المصابين منذ أن تحولت صراعات قديمة على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية إلى قتال في 15 إبريل نيسان الماضي، ويعصف العنف بالعاصمة الخرطوم ومنطقة دارفور غرب البلاد رغم عدة اتفاقيات لوقف إطلاق النار. وأعلن الجانبان موافقتهما على تمديد اتفاق الهدنة الرسمي الذي كان من المقرر أن ينتهي عند منتصف الليلة الماضية لمدة 72 ساعة، في خطوة قالت قوات الدعم السريع أنها جاءت استجابة لنداءات دولية وإقليمية ومحلية. وقال الجيش إنه يأمل في أن يلتزم من وصفهم بأنهم متمردون متطلبات تنفيذ الهدنة رغم رصد نوايا لمحاولات الهجوم على بعض المواقع. وقالت وزارة الصحة أن 528 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 4599 آخرون. وسجلت الأمم المتحدة عددا مماثلا للقتلى، لكنها قالت أنها تعتقد أن العدد الحقيقي هو أكبر من ذلك بكثير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.